السلام عليكم. لو دخلتي اي مطعم وطلبتي طاجن مكرونه باللحمه المفرومه هتلاقي سعره بقى غالي قوي، بقى خيالي. تعالي نعمله في البيت بنص كيلو لحمه مفرومه ونص كيلو مكرونه، وهنعمل 5 طواجن كمان مش واحد بس. تابعي معايا الفيديو للاخر عشان فيه نقط مهمه وتريكات اول مره تسمعيها في تحضير طاجن المكرونه. ده غير اننا هنضيف لمساتنا الحلوة ونضيف الخضار اللي الولاد ما بياكلوهوش، فنزود القيمة الغذائية ونعزز الطعم. تعالي نقول بسم الله ونبدأ على طول. وعشان ما ياخدش كمان وقت مننا هنحط طاستين على النار، طاسة للصلصة وطاسة للحمة، يعني هنعملهم هما الاتنين في وقت واحد. وما تخافيش من اللخبطة، هسيبلك كل ده مكتوب وواضح في الديسكريبشن تحت. وفي أول طاسة هنحط معلقتين سمنة بلدي حلوين وعليهم لتر من عصير الطماطم. في الطاسة التانية هنحط زيت، مش هنحط سمنة لأن احنا هنحط لحمة. هنحط بقى زيت ونسيبه يسخن وبعدين ننزل عليه اللحمة. واللحمة هنا يا جماعة طبعا زي ما احنا متعودين ما بنقلبهاش على طول عشان ما تفقدش السوائل اللي فيها وتبقى محتفظة بكل الصوص جواها. أول ما يبدأ اللون بتاعها يبدأ ياخد اللون البني نبدأ نقلبها في الوقت ده. وبعدين هنحط بصلتين مفرومين ويكون الفرم هنا ناعم أو وسط زي ما تحبي، تقدري تقللي أو تزودي في كمية البصل زي ما انتي عاوزة. ونيجي بقى دلوقتي للتوابل الحلوة اللي احنا هنضيفها. هنحط معلقة صغيرة شطة وزعتر وفلفل أسود لصلصة الطماطم، وزيها بالظبط للحمة المفرومة. بعدين نيجي للثوم البودر، برضو بنحط معلقة صغيرة في الصلصة وفي اللحمة، لكن البصل البودر بنحطه للصلصة بس لأن كده كده احنا ضايفين البصل المفروم للحمة. كمان بنضيف معلقة سكر صغيرة للصلصة عشان نعادل الحموضة بتاعة الطماطم، كمان نقلل التأثير الحمضي ليها فما تعملش حموضة لينا بعد ما ناكل. اما بقى بالنسبة للملح احنا لسه ما حطيناش ملح في اي حاجة دلوقتي، ده بقى ميعاد الملح. هنظبط الملح بتاع اللحمة ونظبط الملح بتاع الصلصة. يعني كده خلصنا كل البهارات بتاعتنا الحلوة. ونقطة مهمة تخلي بالك منها في الصلصة ان انتي ما تسبكيهاش قوي، يعني الطماطم هنا لازم تكون خفيفة لان هي اللي بتسوي المكرونة ولسه هنضيف لها مية كمان، يعني الطماطم لازم تكون خفيفة. ممكن كمان نضيف لها معلقة صلصة لو حابة. اما بالنسبة للحمة فاضافات اللحمة دي حسب رغبتك. انا بضيف لها جزر لان عشان يزود القيمة الغذائية بتاعتها. كمان ممكن اضيف لها فلفل الوان احمر او اخضر زي ما انت عاوزة، مش عايزة خالص وتبقى بس مجرد البصل كده تمام، يعني الاضافات ترجع لك. خلي بالك ان انت لو ضفتي حاجه من الخضار ده سواء جزر او فلفل او لو عايزه تضيفي اي حاجه تانية برضو ما بتسويهاش قوي لان كده كده احنا هنحط اللحمه لسه في الفرن فهتكمل سواها في الفرن، فتبقى عشان تفضل الحاجه دي فريش ومحتفظه بالقيمه الغذائيه بتاعتها. مجرد ان احنا بنقلبها على النار دقيقتين 2 مش اكتر من كده وبنطفي، يبقى كده الطماطم اتسبكت معانا وبقت جاهزه نص تسبيك بس. اما اللحمه المفرومه استوت لكن الخضار اللي فيها بيكون نص سوا. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. وبكده يبقى خلصنا الوصفة بتاعتنا. يعني احنا كده مجرد تعصيج اللحمة وعمايل الطماطم يبقى احنا كده تمام. مجرد هنحطها يا اما في طاجن او في اللي هي الاطباق الالومنيوم اللي بتبقى جاهزة زي ما انتي عاوزة. وهقولك برضو تحطيها هنا ازاي وهنا ازاي. الاول بس بنظبط الصلصة بتاعتنا، احنا قلنا عشان تكون خفيفة لازم نحط فيها كوبايتين مية، مجين مية سخنين، ونظبط الملح. بعدين بناخد بقى معلقة او 2 من اللحمة المفرومة بتاعتنا نحطها في الاطباق الالومنيوم. انا عملتها هنا في اطباق الومنيوم، تقدري تحطيها في طاجن، تقدري تحطيها في صينية عادي خالص وتغطيها وتدخليها الفرن. اهم حاجة سواء حطيتيها هنا او هنا ان انتي تضغطي عليها كويس على اللحمة عشان تبقى متماسكة مع بعضها. ولو هتحطيها في صينية او في طاجن فخار يبقى ادهنيه بالزيت عشان لما تيجي تقلبيها تنزل على بعضها وما تكونش متفككة من بعضها. لكن لو في الاطباق الالومنيوم انا ما دهنتش، حطيت اللحمة على طول.
بعد بقى ما خلصتي اللحمه حطي المكرونه نيه من غير سليق، ما تحاوليش تسلقيها عشان ما تطلعش معجنه معاكي. وكمان نقطه مهمه تخلي بالك منها، ان انت ما تحطيش ما تمليهوش مكرونه، ما تحطيش مكرونه كتير عشان تدي مسافه للمكرونه دي ان هي تزيد ولسه هتملالك الطاجن او الطبق الالومنيوم اللي انت بتعمليه. دي برضو نقطة مهمة. اما تيجي بقى تحطي الصلصة خلي بالك ان انت بتحطي كتير، لان هي دي اللي هتسوي المكرونة. يعني ما تحطيش بس مجرد تغطية للمكرونة وخلاص، لا، يعني هتحطي حوالي كبشتين 3 4 كمان، بحيث ان انت لما تبصي للطبق هتلاقيه فيه سوائل، وتلاقي المكرونه متغطيه كويس قوي بالصلصه، لان هي دي السوائل اللي هتخليها تستوي. وممكن تضيفي شوربه بدل الميه كمان للصلصه. بعدها هتقفلي كويس على الاطباق او على الطاجن بتاعك، يا اما بالورق الالومنيوم اللي بيبقى جاي مع الاطباق ده، او ان انت بورق فويل عادي خالص. بس يفضل ان قبل ما تحطي ورق الفويل انك تحطي ورق زبده الاول عشان يبقى عازل عن الاكل. وتقفي وتحطيه بقى في فرن ساخن، درجة حرارته 200، هتاخد بالظبط معاكي نص ساعة. وما تطلعيش الاطباق من الفرن الا لما تدوقي مكرونايه كده وتلاقيها مستويه وطريه. في الوقت ده بقى تقلبيها في طبق وتقدميها وهي سخنه، جنبها شويه سلطه. يبقى احنا خلصنا الاكل بتاعنا في 10 دقايق شغل. اما بقيه الوقت فالطاجن اخده في الفرن، يعني احنا ما كناش بنعمل حاجه، واكلنا احلى طاجن مكرونه باللحمه المفرومه من صنع ايدينا، بمجرد نص كيلو لحمه مفرومه وكيس مكرونه واحد. عملنا 5 اطباق من الطواجن، يعني ما كلفناش حاجه، وزودنا له القيمه الغذائيه باضافه الخضار، وكمان ضامنين نظافته وضامنين اللحمه وضامنين الاكل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة، وألف هنا على قلبكم.